يعني الواد ولده ولا البت بتتبلى عليه وطمعانه؟ ولده مش ولده، احطه جوه عيني. الواد لسه صغير، حته لحمه حمراء، وامه راكده في المستشفى. يعني هو واقف بجيزتي وداير يتصرمح في بلاد الله خلق الله، وتجينا جرايره لحد عندينا. هو ايه، حلال ليه حرام لينا؟ قوم الدنيا وما قعدهاش عشان اتمسكت بزجرتين حشيش. طيب نعمل احنا ايه في عيل جاي من فرش حرام؟ ما تقول حاجه عن محفني. اقول ايه بعد الخراب اللي جاي لنا وناوينا وقصدنا؟ حكيم كان رامي الدنيا ورا ظهره، لكن بعد ما يجي له واد من صلب ظهره هيمسك على الملم والقرش. ايوه، ويقف لك على الواحده، واللي كنت بتنهبه في كرشك من وراه هيتقطع، واللي كلته وز هيطلع عليك بط بط. قومي ناوليني غيار من دولابي من اللي كنت جايباهم لليتامى. هقوم. يعني ولد حكيم هيلبس من نفعة اليتام؟ مش لما يطلع ولده حكيم عينه بتطق شرار يبقى عارف ان الولد مش ولده، والبت اللي جايه من بحر طمعانه. ادي اخرة الصرمحه، جيش من وراها غير الفضايح والجرس. انا عمه ويحق لشد عليه، هروح اتكلم وياه هقول له كيف انت تحكم فينا وما قادرش تحكم نفسك عن المسخره؟ كداب كدب يعش فرح. واكذب ليه؟ اندندل انا زيك، مطرح ما بيزرعوني بطرح. طب يمين بالله لكن رايح لغيرك وهتسمعوا صوت زعيقي وانتوا قاعدين هنا. انفرك يا كبير، يتربى في عزك، يا مبيض سمعة العيلة ورافع راسها، يا مقضيها بحري وقبلي. اتفضل يا كبير. انت جاي عايز ايه؟ روح يا متعب افتح الفساجي وفسح مطرح لوالد سليم. فساجي ايه في الليل يا ولد اخوي؟ يطرشنا عفريت ولا تلبسني الجنيه؟ كنت بتقول ايه يا متعب انت في دخلتي؟ كنت بقول لهم اروح الفساجي افتحها واوسع مطرح الوالد سليم، قاعد يقولوا له عفريت وجني. لا انا ما بخافش، انا اقول للاعور انت اعور في عينه. صادق يا عمي صادق. خدي الغيارات اهي. تسلم يدك. بعدين يا عمه انا مش قلت الواد وامه ما يطلعوش من الوحده الصحيه ابدا؟ وتقول مش ولدك؟ طبع الولد في المولود، الوحمة اللي في يد أبوك جت في يدك، وهي جت في يد ولدك. أها. ولدي الواد لامه لحد ما ندفن والد سليم، بعدين بنت في امره لما راسي تروق.